الله. عرفتني لو ما عرفتني؟ لا والله ما شرفت بحضرتك. ابو فاطمه انا حبيبي، ابو فاطمه. اهلا ابو فطوم حبيبي. اي حبيبي، كسرت التليفون عليك ما فتحت خط ليش؟ والله ابو فطوم عندي عالم وهواي هوسه صاير. الف رحمه على والديك. بيش امبيرك خالي؟ امبير ب 20 ابو فطوم حبيبي. الف رحمه على روح موتاك. شغل لي الجوزه من هنا لحد يوم 5 بالشهر. ماشي ابو بيتي طافي وبي بس بنات وانت تدري بوضعيتي. صار ابو فطوم. ممنونك خالي، ثمان الله. يلا خلي المفرز تروح جيبه هذا. يلا يلا هذا مشغل. جيبوه وشغل مولده جيبوه. كل المولدات كلهم سمعت خالي؟ كلهم راح ياخذون. شوف استاذ، كلهم راح يتاخذون اجراء بحقهم. شوف استاذ، ترى كلهم متفقين على 20. الله يحفظك، كلهم متفقين على 20. يعني دفعت؟ انا لا ما دفعت. حج اليوم بفطومه حرق ابو المولده حرق، خلاه يندم على اليوم الشافه بيه. ليشك وشنو الموضوع؟ مفرزه من الداخليه يلتقون بالمواطنين ويشوفون من المخالف من اصحاب المولدات ويعتقلوهم وحتى يشيلون مولداتهم. لك شنو هالمهزله؟ تاركين وزاره الكهرباء وهي المسؤوله عن الازمه من 20 سنه ويحاسبون اصحاب المولدات. والحال شنو برايك؟ يعني هي الكهرباء شو رادلها؟ شو يرادلها؟ يرادلها اموال حتى تبنيها ووقود يشغلها وابوك الله يرحمه. والله من الاموال ما شاء الله موازنات انفجاريه، ومن الوقود العراق يطوف على بحر من النفط غير الغاز اللي جاي يحترق من عشرات السنين. اني انصحهم يروحون للرئيس عبد الفتاح السيسي يسالوه شلون بنى محطات بسرعه وبدون ما يصرف ولا دولار واحد. بناها ببلاش؟ شلون يعني؟ تعاقد ويا شركه اجنبيه تستثمر ببناء محطات كهربائيه حديثه ويكون التسديد من الجبايه، وبعد سنوات يتم تسديد تكلفه المحطات وتصير لهم. والله يا حج هو هذا الشغل الصحيح. واكو شغله ثانيه، اكو دول جاي تولد كهرباء من الزباله اجلكم الله ومن ضروق الدجاج هم. واحنا بسنه 2023 والحكومه طارد ورا بالمولده حتى يحلون ازمه الكهرباء. هاي السوالف تعودنا عليها كل صيف، تصير مناورات ما بين الحكومه وبالمولده. اي ومن يجي الشتاء كلها تنام الحكومه والمواطن، وهالهوله للشعب النايم.